أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على قناة كروشي مود. إلا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ديالي، أنا كنعلمك الكروشي وكنعطيك أفكار جديدة. درس اليوم غادي يكون نص طوق كي كتشوفوا، غادي نخدمو وغادي نطرزو بحرير القصبة. إلا عندك أي سؤال كتبي لي في التعليقات، وما تنساوش البنات دعموا القناة ديالي، اشتراك، ديروا لي جيم وخليوا لي أي تعليق. كنتمنى أنكم تدعموا القناة ديالي باش نقدر أنني نستمر. وبسم الله نبداو الفيديو ديالنا. البدايه غتكون الدائره السحريه. انا عندي هنا واحد الميلونج ديال الالوان، كنعتذر، كنتمنى فقط انهم الصوره تكون واضحه لكم في الكاميرا. غنبدا بالدائره السحريه. غادي نوي الخيط على الصبع ديالي، وغادي ندير غرزه حشو بهذه الطريقه، عفوا سلسله، وغادي ندير سلسله، وغندير سلسله هي 3 سلاسل. هاد مجموعة سلاسل كتكون بمثابة عمود. غادي نحكم الحلقة ديالي بهذه الطريقة باش انني نقدر نخدم في وسط منها، وغادي نخدم 3 أعمدة. ها العمود الأول والعمود الثاني. منساوش بأن 3 سلاسل هما راه عبارة عن عمود. وغادي نجر الحلقة ديالي، ولا عندي السطر هنا مكون من 3 أعمدة. غادي نرتفع ب3 سلاسل بمثابة عمود، وغندور العمل. هنا ملي غادي ندور العمل ديالي غادي ندير التزايد هنا غنديرو بجوج أعمدة. غادي نخدم في نفس المكان اللي طلعت به، غادي نخدم فيه عمودين، 1 2. غادي يوليو عندنا هنايا 3 أعمدة، يعني عمودين زائد الارتفاع هي 3 أعمدة. خدمت العمود الاول درت فيه 3 اعمده، غيبقى لي هنا عمودين. العمود الثاني هنا غادي ندير فيه عمود فقط، ثم غنمشي لاخر عمود وغادي نخدم فيه 3 اعمده، 1 2 3. المجموع غادي يوليو عندي 7 اعمده، 3 في الجانب و3 في الجانب وواحد في الوسط. دائما غادي نرتفع ب3 سلاسل، ندور العمل ديالي. الزياده كيف قلت لكم كتكون بعمودين، يعني انا هنا في نفس المكان غادي نزيد عمودين. العمود الثاني خدمت هنا 3 الاعمده. غادي نجي للعمود الثاني غنخدم فوق منه عمود، وغنجي للعمود الموالي ايضا غنخدم فيه عمود. غندير سلسله واحده وغادي نفوت هذا العمود اللي الوسط، وغنمشي العمود اللي وراه. غادي نخدم بنفس الطريقه. هنا تكون عندنا فراغ اللي خدمت هنا غنخدمه في الاتجاه الثاني، يعني هنا غادي ندير عمودين. درت العمود الاول، هذا هو العمود الثاني، وغادي نمشي لاخر عمود. كنتمنى الصوره تكون واضحه. غنمشي هنا لاخر عمود. اخر عمود غادي نخدم فيه 3 اعمده، 1 2 3. كيوليو عندنا هنايا في هذا السطر كيولي عندنا 5 اعمده بيناتهم فراغ، و5 اعمده في الجانب الاخر. كندير 1 2 3 سلاسل باش نرتفع، وكندور العمل ديالي. هنا دائما عندنا التزايد بعمودين، يعني في نفس المكان اللي ارتفعت منه كنزيد فيه عمودين، كيوليو عندنا 3 الاعمده بهذا الشكل هذا. ثم كنخدم العمود الموالي، كندير فوق منه عمود، وكنزيد عمود في العمود الثاني، ثم العمود اللي وراه. كيبقى لي هنا اخر عمود. لاحظوا هنايا كانوا عندنا 5 في هذا السطر ياك. الاول درنا فيه 3 اعمده وزدنا 3 الاعمده، يعني خدمنا 4 الاعمده. اخر عمود ما غاديش نخدمه، غادي ندير فوق منه سلسله وغنمشي مباشره للفراغ. هنايا في الفراغ
غادي نخدم 3 أعمدة. خدمت العمود الأول، العمود الثاني، ثم العمود الثالث بهذا الشكل. كنعتذر على الميلونج اللي عندي في الالوان، كنحاول ان الصوره تكون واضحه لكم. ما لقيتش مازال الالوان، ما بقاش عندي بزاف الالوان. غادي ندير هنايا سلسله ايضا، وغنفوت هذا العمود الاول اللي هنا، وغنمشي نخدم هذوك 4 اعمده. غادي نخدم هنايا عمود، وغنخدم العمود الثاني، وغنخدم العمود الثالث بهذا الشكل. العمود الرابع غادي نخدم فيه 3 أعمدة، 1 2 3. دائما غادي نرتفع هنا 1 2 3، وغادي نقلب العمل ديالي. غادي ندير الزياده ديالي عمودين، 1 1 2. غادي نزيد دائما هنا، راني نخدم هاد الاعمده اللي عندي هنايا. العمود الثاني غندير فيه عمود، ثم العمود في العمود الموالي. غنخدم عمود فوق كل عمود حتى كنوصل لاخر عمود اللي قبل من الفراغ. من الاحسن في البدايه دائما من الاحسن كتخدموا وكتحسبوا باش ما تلفوش. انا خدمت هاد الاعمده عندي كاملين، بقى لي اخر عمود وهذا هو الفراغ. غادي ندير سلسله وغادي نمشي مباشره للفراغ. هنا الفراغ الاول خدمنا فيه، هنا الفراغ الاول كي كتشوفوا خدمنا فيه 3 الاعمده. هاد 3 الاعمده كنخدموهم فقط في الفراغ الاول. هاد الفراغات من بعد غنوليو نزيدو فيهم فقط عمودين، يعني هنا انا غادي نزيد فقط عمودين في هاد الفراغ، ثم غنجي لهاد 3 الاعمده غنخدم عمود فوق كل عمود، 1 2 3 كي كتشوفوا. ثم غنمشي للفراغ وغنزيد عمودين ايضا في هذا الفراغ، 1 2. وغادي ندير هنايا سلسله وغنفوت اول عمود وغنخدم هاد الاعمده اللي عندي. غنخدم عمود فوق كل عمود حتى كنوصل لاخر واحد وكنزيد فيه 3 الاعمده، 3 4 هنا 4. العمود الخامس راه كنزيد فيه 3 اعمده، 1 2 3 بهذا الشكل. هذا انا غادي نوريكم هنايا باش يبان لكم اكثر. هذا هو العمل. كنبداو بكوزه، كنبداو هنايا ب3 الاعمده وكنبقاو نزيدو في هذا الجانب عمودين عمودين. انا غنبقى نوريكم الخدمه هنا باش يكون الشرح واضح، على حسب ان النموذج اللي عندي هنا فيه الالوان بزاف. كملت السطر ديالي، غادي نرتفع 1 2 3 السلاسل وغادي ندور العمل ديالي. غادي ندير تزايد هنايا عمودين، ثم هنا غنخدم هاد الاعمده اللي عندي. نسيت نحسب هنا شحال عندي من عمود. عندي 1 2 3 4 5 6 7، عندي 7 الاعمده. العمود الاول غادي يكون فيه التزايد، ثم غادي نخدم هاد الاعمده اللي عندي هنا، 1 2 3 4 5. كيف قلت لكم هنا عندي 7، من الاحسن تخدموا وتحسبوا. هنا عندي 7، الاول خدمت فيه 3 اعمده، زدت هنا 5 الاعمده هي 6.
اخر عمود اللي هو حدا الفراغ ما كنخدموهش، غادي ندير فيه سلسله وغنمشي مباشره للفراغ. غادي نخدمو في الفراغ عمودين، واحد زوج، ثم غادي نخدم هاد الاعمده اللي عندي هنا عمود فوق كل عمود. خدمت عمود فوق كل عمود حتى وصلت للفراغ، وغادي نزيد فيه عمودين، ثم غندير سلسله وغنفوت العمود الاول هنايا، غنفوت هذا العمود وغادي نمشي للعمود الثاني وغنكمل الاعمده ديالي. كنخدم عمود فوق كل عمود حتى كنوصل لاخر عمود، وكنخدم 3 اعمده كتزايد. انا وصلت لهاد السطر البنات، وصلت غادي نخدم هاد السطر اللي كاين الوسط. كي كتشوفوا ملي كنوصل للوسط كيخصني نحل واحد الفراغ وسط الكوزه ديالي. ملي كنوصل لهاد السطر راه تيكون عندي في هاد الجناب 8 اعمده، ثم هنا 8 اعمده في هاد الجناب ديال السطر. هنا غادي نبدا خدامه في هاد السطر هذا، في هاد الاعمده هادو. غادي نرتفع بثلاث سلاسل، واحد زوج ثلاثة. غادي ندور العمل ديالي وغادي نخدم تزايد، واحد زوج. هنا قلت لكم عندي 8 اعمده. السطر الاول ها هو خدمنا فيه 3 الاعمده تزايد، غادي يبقاو عندي 7 الاعمده. 7 الاعمده هنا دائما هذا العمود الاخير ما كنخدموش، يعني اللي غادي نخدم هنا هي 6 الاعمده. 3 غادي نزيد عليهم 6، واحد زوج ثلاثة 4 5 6. كملت 6 الاعمده ديالي. بقى لي هنا اخر عمود ما كنخدموش، كندير سلسله وكنمشي للفراغ. في الفراغ دائما غادي نخدم عمودين، واحد اثنان. انا عندي هنايا عمودين. هنا البنات في هذا السطر في البدايه ديال الكوزه كان عندي هنايا 3 الاعمده. في هذه البدايه بديت الكوزه ب3 الاعمده. السطر الثاني 3 4 5 6 7. في السطر الثاني كان عندي 7 الاعمده. في السطر هذا السطر الثالث شحال غادي يكون عندي؟ 7 8 9 10 11. في هذا السطر غادي يكون عندي 11 عمود. انا بما انني خصني نقسم هاد 11 عمود، يعني هنا غادي نزيد 5 الاعمده وغادي نفوت العمود الوسط وغادي نخدم 5 الاعمده في الجناب. يعني هنايا غادي نخدم 5 اعمده، واحد زوج ثلاثة 4 5. كملت 5 الاعمده. غادي ندير سلسله وغادي نفوت هذا العمود اللي الوسط وغادي نمشي العمود الثاني وغنخدم عاود 5 اعمده باش كيجيني العدد بالتساوي. 2 عفوا 3 اعمده، العمود الثالث الرابع ثم العمود الخامس. في الفراغ غادي نخدم عمودين، واحد زوج. وهي الخدمه بدات كتوضح عندي. غادي ندير دائما سلسله وغنفوت هذا العمود اللي في الجنب وغادي نمشي للعمود الثاني وغنخدم هاد الاعمده ديالي كاملين حتى لاخر عمود. دائما في اخر عمود غادي نخدم 3 اعمده. هنايا حنا كملنا هاد السطر اللي الوسط، كملناه.
غادي نبداو خدامين في هاد المجموعة، يعني هنا غادي نبداو خدامين وكنقفلوا الكوزة ديالنا. هنا ما غاديش يبقى عندي هاد التزايد اللي هنايا، ما بقيتش غادي نفوت عمود، بالعكس غادي نجي وغادي نخدم الفراغ وغادي نفوت عمودين من هنايا. غنوريكم الخدمة كيفاش غادي تكون. غادي نرتفع بثلاث سلاسل، 1 2 3، وغندور العمل ديالي في نفس المكان. غادي ندير التزايد ديالي بعمودين، ثم غادي نمشي غنخدم هاد الاعمده عادي كيف كنت كنخدم. غندير عمود فوق كل عمود. لاحظوا هنايا كان عندنا 9 الاعمده. العمود الاول خدمنا فيه 3 اعمده، هنا غيبقاو لينا خصنا نخدمو 8 اعمده. انا خدمت هنا 2، غنزيد العمود الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، ثم العمود الثامن. كيف قلت لكم هنا ما بقيتش غادي نحل الكوزه، غادي نقفلها، يعني غنجي لهذا الفراغ وغادي نخدم فيه عمودين، 1 2. غادي ندير سلسله واحده فقط، دائما كندير غير سلسله. هنا غادي نفوت عمودين، غادي نفوت الاول والثاني وغنمشي مباشره للعمود الثالث وغنخدم فيه عمود، وغنكمل هاد الاعمده اللي عندي هنايا، الثاني، الثالث، الرابع، ثم العمود الخامس. الفراغ اللي مكون من سلسله هنا الوسط غادي نزيد فوق منه فقط عمود واحد. غنخدم عمود واحد وغنكمل الصف ديالي عادي. غنخدم عمود فوق كل عمود حتى كنكمل هاد الاعمده اللي عندي. هنا خدمنا 5 الاعمده كنظن هنايا، 1 2 3 4، نعم 5، يعني غادي نخدم 5. غنوصل لاخر عمودين. اخر عمودين ما كنخدمهمش، كندير فوق منهم سلسله وكنمشي للفراغ كنخدم عمودين وكنكمل السطر ديالي بنفس الشكل. كنخدم عمود فوق كل عمود حتى كنوصل لاخر عمود وكندير فيه 3 اعمده. في هذا السطر البنات غادي نحبس التزايد ديالي في هذا السطر، يعني هذا هو غادي يكون اخر سطر اللي غندير فيه تزايد في الجناب. الصوره تكون واضحه. حنا خدمنا دابا هذا السطر اللي خدمنا في هذا السطر تيكون اخر سطر ديال التزايد. هذا السطر اللي غنخدم موراه ما غاديش يكون فيه التزايد في الجناب، يعني هذا هو العرض اللي حصلنا عليه في الخدمه. غادي نحبسوا العرض ديالنا هنايا. غادي نرتفع، غنرتفع بثلاث سلاسل كيف العاده، 1 2 3. هنا ما غيبقى عندي لا تزايد لا حتى شي حاجه. غادي نمشي للعمود الموالي الثاني وغنخدم فيه عمود بشكل عادي، ثم غادي نكمل هاد الاعمده ديالي، عمود فوق كل عمود حتى كنوصل للفراغ. من الاحسن تخدموا وتحسبوا. هنا عندي 13 عمود، غادي نخدم 13 عمود، 12. كيف قلت لكم 13 عمود غادي يكون عندنا هنايا. العمود رقم 13 غادي نزيد هنا عمودين في الفراغ، يولي عندنا 15 عمود، 1 2. هنا دائما في هاد الجناب كنزيد سلسله واحده وكنفوت عمودين، 1 2، كنمشي للعمود الثالث وكنخدم الاعمده ديالي. حنا كنقفلوا في هاد الكوزه، 1 2. وصلت لاخر عمودين ما غاديش نخدمهم، غندير فوق منهم سلسله وغادي نمشي للفراغ غنخدم عمودين وغادي نخدم عمود فوق كل عمود حتى كنكمل السطر ديالي. هنا الخدمه واضحه ما كاينلاش نصورها لكم. كملت السطر ديالي البنات. غادي نرتفع
بثلاث سلاسل كيف العاده، وغندور العمل ديالي وغنخدم العمود الثاني بهذا الشكل، وغادي نكمل. كنتمنى الصوره تكون واضحه. غادي نكمل العمل بنفس الطريقه. انا كنقفل في هذه الكوزه، غادي ندير عمود فوق كل عمود وغنزيد عمودين في هذا الفراغ، غادي ندير سلسله وغنفوت عمودين وغنخدم هاد الاعمده اللي الوسط، ونفس الطريقه الخدمه اللي كنخدم هنا هي اللي كنخدم هنا حتى كنوصل لاخر فراغ. يعني هاد السطر عادي بلا ما نصورو لكم، راه ساهل. غادي نكمل انا الخدمه. حنا وصلنا في هاد السطر، غنكمل هاد الاعمده ديالي، غنخدم هاد الاعمده وغادي نفوت حتى كنوصل هنا 3 اعمده. يعني هاد السطر غادي نخدمو كامل، وغادي نرجع معكم نوريكم كيفاش تخدموا هاد السطر هذا. هنا البنات انا كملت هاد السطر، وصلت لثلاث اعمده هنا في الكوزه ديالي. هنا خاصني نبدا نحل في واحد الفراغ اللي تيكون من هنايا، فراغ تيكون من هنا وفراغ تيكون من هنايا، هو هذا، وكيجي بيناتهم فراغ الوسط اللي هي بدايه الكوزه الثانيه. هاد الطوق البنات راه ساهل ودغيا تيطلع. دائما غادي كملت السطر غادي نرتفع بثلاث سلاسل، 1 2 3. غندور العمل ديالي. هنا غادي نخدم 11 عمود. هاد 3 سلاسل دائما راها بمثابه عمود. غادي نزيد 10 اعمده، 1 2 ثم العمود رقم 10 زائد الارتفاع ديال السلاسل هي عندي 11 عمود. هنا كنتقاد مع هاد الفتحه اللي الوسط. هاد الفتحه كتجي فوق الفتحه تقريبا. كندير هنايا سلسله وكنفوت عمود واحد، كنمشي لهاد العمود ثم كنخدم 1 2. كنخدم الاعمده ديالي. هنا بقاو عندي 5 اعمده، 3 4. خدمت هنا 5 الاعمده. هنا غادي نمشي للفراغ. لاحظوا هنا غادي يكون واحد الاختلاف، كيخصنا نرجعو هنا فقط فراغ مكون من عمود واحد، يعني سلسله وعمود. هنا ما غاديش نخدم في هذا الفراغ عمودين، لا، غادي نخدم عمود واحد فقط. غيوليو هنا عندي 6 الاعمده، وغنزيد عمود فوق هاد المجموعه اللي عندي. غنزيد عمود واحد، غادي نقسم هاد 3 غنقسمهم، غنزيد عمود هنا ثم غادي ندير سلسله وغادي نفوت العمود الوسطاني وغنزيد عمود اخر في العمود الثالث. هنا غادي يوليو عندي 5 6، غيوليو عندي هنا 7 الاعمده بيناتهم فراغ. غادي نمشي غادي نخدم الفراغ. دائما غنخدم فيه عمود واحد فقط، وغادي نخدم هنا 5 الاعمده، 1 2 3 4 5. باش يجينا هنا العمل بالتساوي غادي ندير سلسله وغنفوت عمود وغنمشي للعمود الموالي، غنخدم عمود ثم غنكمل هاد الاعمده ديالي كاملين عمود فوق كل عمود حتى نهايه السطر، يعني بنفس هاد الطريقه. هنا البنات انا دورت العمل ديالي، دورت السطر وخدمت هاد 11 عمود اللي درت هنايا، خدمتهم كاملين حتى كنوصل للفراغ. هنا في هاد السطر ما كيبقى عندي لا فراغ لا والو، يعني فراغ تيكون فقط في هاد السطر. الفراغ تيكون غير هنا في هاد السطر اللي تيكون نهايه الكوزه، نهايه الكوزه وبدايه كوزه ثانيه. كيكونوا عندنا 3 الفراغات. يعني هنا شنو غندير؟ غنخدم الاعمده ديالي عاديين حتى كنوصل لهنايا. هاد الفراغ اللي درت مكون من سلسله غادي نزيد فيه فقط عمود، غنرجع العمود اللي كان عندي ها هو، وغنكمل الاعمده ديالي حتى كنوصل لاخر عمودين. هنا الا عقلتوا راه عندي 7 الاعمده، 1 2 3 4 5.
7 الأعمدة ناقص عمودين هي 5. هنا غادي نبداو نحلو في الكوزة الثانية. ها هما 5 الأعمدة، هاد العمودين الاخرين غنفوتهم. غادي ندير سلسلة وغنمشي مباشرة للفراغ، غادي نحل كوزة اخرى. الا عقلتو الكوزة كنبداوها ب3 أعمدة، يعني هنا غادي نخدم 3 أعمدة، 1 2 3. بهذا الشكل هذا. هنا الصورة بدات كتوضح لكم. خدمت 3 أعمدة الوسط، غادي ندير سلسلة وغادي نفوت عمودين وغنمشي للعمود الثالث وغنخدم فيه عمود، ثم بنفس الطريقة غادي نكمل الأعمدة ديالي. غنكمل هذا السطر كامل أعمدة. هنا دائما غنخدموا عمود واحد فقط. وهذا هو العمل ديالنا البنات. العمل راه ساهل. كتبقاو هنا غاديين بنفس الطريقة، كوزة ورا كوزة بهذا الشكل هذا. حنا دابا واصلين لهذا السطر، انا خدمت معكم حتى لهذا السطر. اللي تلفات هنا غادي ترجع الخدمه الاولى، يعني حنا واصلين في هذا السطر، خدمت معكم حتى لهذا السطر. اللي تلفات هنايا ما عرفاتش تكمل غترجع لهنا وغتكمل، يعني غتنقل من الكوزه الاولى. ما كنظنش شي وحده غتلف فيكم لحقاش العمل ساهل. كتبقاي غادا كتحلي في الكوزه ديالك وكتسديها حتى كتوصلي لاخر فراغ اللي هو 1، وكتزيدي هنايا كتخدمي هنا 11 عمود وكديري فراغ وكتفوتي عمود باش تكوني هاد الفراغين، وفراغ الوسط هي 3. كنبقاو غاديين بالخدمه ديالنا حتى كنكملوا الطول اللي بغينا. بالنسبه لفتحه العنق ما غاديش نخدمها معكم في هذا الفيديو حيت راها ساهله. الخدمه كتقسميها على جوج، هي نفس الخدمه كتقسم على جوج وكتخدميها كيف ما بغيتي. انا هنا زدت عمود باش يجيني هذا الفراغ الوسط، يعني ما بقيتش متبعه الحساب هنا، لا عادي قسمت هذه الخدمه على جوج وكونت هنا واحد الكوزه عاديه. هنايا شتي هاد الكوزه خدمت زدت 2 كوزات حيت درت في الفتحه عندي 8 سنتيم. نتوما لكم الاختيار دائما في فتحه العنق. تقدروا كاع الا ما بغيتوش ما تخدموش هاد الكوزه، تقدروا تصغروها، تقدروا تكملوا غير اعمده نتوما والذوق ديالكم. بالنسبه للحاشيه اللي درت في الجناب انا خدمت المربعات المائله. غادي نبدا معكم شويه. هنا درت اول عمود بهذا الشكل. انا ملي ساليت الطوق ديالي راه ما قطعتش الخيط، يعني كملت جاتني النهايه هنا في الجناب صافي كملت الخدمه. درت هنا ارتفعت بسلسله واحده ودرت عمود. غادي نزيد 1 2 3 وغادي نخدم هنايا عمود 1 2. غادي نزيد عمود ثاني بهذا الشكل 3. غادي نزيد العمود الرابع، انا جاني هنايا ناقص شويه، ثم غادي ناخذ واحد المسافه وغادي ننزل بعمود. غنخدم عمود، غادي ندير 1 2 3 وغادي نرجع ورا هذا العمود. يعني نخدم الاعمده ديالي 1 2 3 4. أربعة الأعمدة. غادي نمشي عاوتاني غناخذ واحد المسافه، ما نزيرش وما نرخفش، وغادي ندير فوق منها عمود بهذا الشكل. ثم نفس الطريقه غندير 1 2 3 سلاسل، ولا تقدروا ديروا زوج. انا غادي نجرب هنايا زوج، وغادي نرجع ندور في هذا العمود وغنخدم فيه 4 أعمدة. هذه الخدمه راه سهله. المربعات المائله ديال توركواز اكادير، قناه توركواز اكادير. كل وحده كتخدم المربعات المائله بطريقتها. انا البدايه ماشي هي البدايه اللي شفت عند توركواز اكادير، انا درت البدايه ديالي يعني اللي جاتني سهله. كملت هنا 3 الأعمدة. غادي نزيد العمود الرابع، ثم غادي نمشي ناخذ واحد المسافه وغادي نخدم عمود
غادي نزيد معكم فقط هاد المربع باش ما يجينيش الفيديو طويل. 1 2 من الاحسن ندير 3 وغادي ندير 1 2 3 4. بهذا الشكل غادي ننزل بعمود، ناخذ المسافه وغنزل بعمود وغادي نكمل. غندور هاد الدرس ديالي كامل على الطوق بهذه الطريقه. غادي نحاول دائما البنات ملي كنوصلوا لهنايا كنبداو نحاولوا نقادوا الخدمه باش تجينا هنا الدوره متساويه في الجناب صافي حتى كنكمل الطوق ديالي كامل. من بعد ما كتكملوا الطوق وكتلصقوه من الاحسن تلصقوه على الطرز، غادي تحتاجوا للمرمى. انا الطرز هنا واللون الثاني ما خدمتش بالحرير المبروم، لا خدمت بالحرير ديال القصبه. اول حاجه راني زدت السطر هنايا كي كتشوفوا، زدت واحد السطر باش يعطي واحد الجماليه للطوق ديالي. هاد السطر راه ساهل البنات، غير مجموعه سلاسل، يعني درت هنا 4 سلاسل وثبت بغرزه الحشو. نتمنى الصوره تكون واضحه لكم. كي كتشوفوا ثبت بغرزه الحشو في الرويس ديال المربعات المائله، وكملت 3 4 سلاسل على حسب القياس اللي غيجي يجيكم هنايا، كل وحده وايدها. بالنسبه للطرز انا خديت الحرير القصبه 4 الشعرات دوبلتهم بهذه الطريقه، ولاو عندي 8 الشعرات. قبل ما نخدم كنتيري الحرير ديالي، كنجبدو شويه بهذه الطريقه، كنتيريه باش كيعطيني هاد اللمعه هادي وكيتسرح ليا ما كيبقاش مبوكلي. بالنسبه للطرز غادي نعتمدوا على هاد النقاط، هاد الفراغات اللي خلينا. عندنا 2 فراغات في الجنب وعندنا فراغ وسط الكوزه. هاد الفراغات هما اللي غنبداو منهم الخدمه. اول حاجه انا غادي نثبت الخيط ديالي، انا غنبدا بهذا الجانب هو اللي صعيب شويه، وعاد غادي نخدم هذا. نوريكم هنا غنثبت الخيط ديالي كنجر الخيط بهذه الطريقه وكنعاود ندخلو وكنخرج من هذه النقطه الرئيسيه اللي عندنا اللي غنبداو عليها الخدمه. دخلت الحرير من هذا الفراغ، النقطه الرئيسيه اللي عندي الوسط. هنا غادي فين غنبدا ندخل البره، غادي نجي عندي هاد الفراغات اللي في الجناب هادو كاملين اللي غندور عليهم الخدمه. كي كتشوفوا هنا نوضح لكم الصوره، عندي قنيت هنا وقنيت هنا، عندي هذا الفراغ على شكل مربع. هنا فين غادي ندخل البره عندي قنت هنا وقنت هنا، يعني مره غندخل هنا وغندخل هنا. وعندي هذا القنت الثاني حتى هو عندي فيه 2 قنات هنا. مره غادي ندخل، بعض المرات غندخل هنا، نضطر انني ندخل هنا الوسط. الا كان عندي هذا واسع شويه الا جاني فراغ راه غندخلو الوسط. يعني هادو هما النقط الرئيسيه عندي، قنت هنا وقنت هنا، قنت هنا وقنت هنا. عندي قنت هنايا وقنت هنايا، وغنبقى متبعه هاد القنات ديالي هما اللي غنخدم عليهم. كنتمنى الشرح يكون واضح. هو القنت الاول، غنمشي للقنت الثاني، ثم غنمشي لهذا الثاني. ها هما عندي هنا 2 قنات، هادي وهادي. غنمشي لهذا ندخل فيه البره، وغادي نمشي النقطه الثانيه. خدمه سهله البنات، كتبغي شويه ديال التركيز. وانا راه كنتعطل غير على حساب التصوير، يعني الكاميرا مبرسطاني، اما نتوما الا خدمتوها راه دغيا غادي يطلع لكم الا ما كنتوش كتصوروا. غادي نمشي هنا لهاد القنيت وغادي نخدم عليه. بقى ما احتاجيتش انني نخدم الوسط، كنظن هنايا غادي نحتاج انني نخدم الوسط. ملي تيكون عندنا هنايا الفراغ طويل، المسافه طويله، كنخدموا هاد القنت وهاد القنت وكنخدموا الوسط ما بيناتهم، هاد القنت والوسط. الا كان عندي المسافه كبيره
غادي نمشي هنايا، انا وصلت لهاد الفراغ اللي الوسط، الفراغ الكبير، يعني نخدم عليه بهاد الطريقه. ثم هنا كيف قلت لكم ها هو عندي هاد المسافه كبيره شويه، غادي نخدم الوسط، عاد غنمشي للنقطه اللي عندي في القنت. غنمشي هنايا للقنت، نرجع نقول لكم البنات انا ماشي محترفه في الطرز. الا كانت معنا شي طرازه هنايا وعندها شي افكار باش نقدروا اننا نطرزوا فوق الكروشي بكل سهوله، حيت الرانده كتكون متقونه شويه على الكروشي، الكروشي تيجي فيه الطرز شويه معنكش. الاخر قنت عندي هنايا في هذا الفراغ، هذا هو اخر قنت، يعني قلت لكم هاد النقط هما الرئيسيين عندي هنا، عندي هادي وعندي الوسط. انا بالنسبه لهاد الجناب راه هادو هما اللي كنخدم عليهم بحال هكا، هاد المثلث هذا غادي نكمل حتى لهنا. كيف خدمت هذا الجانب غادي نخدمو هنايا وغنرجع معكم. بالنسبه للكوزه اللي الوسط، النقطه الرئيسيه عندي هي هذا الفراغ الوسطاني. انا ثبت الخيط هنا ودخلت البرا من التحت في الفراغ الوسطاني. هاد الجوانب، هاد القنيتات ديال الجوانب هما اللي غادي نحط عليهم البرا، هما اللي غندخل فيهم البرا. غندور الخدمه على هاد القنيتات كاملين. الطريقه اللي خدمنا بها هنايا هي اللي غنخدموا بها هنايا بهاد الطريقه. ثم غنمشي للقنت الثاني. انا كملت هذا الفراغ، غنمشي لهذا الفراغ الثاني، عندي فيه ايضا جوج قنيتات. غنخدم هنا في هذا القنت، نتمنى الصوره تكون واضحه. نخدم في هذا القنت ونخدم في هذا القنت. غادي نمشي لهذا القنيت، في هذا الفراغ كي كتلاحظوا عندي هنا واحد المسافه، يعني غنخدم الوسط. غادي ندخل البرا الوسط بهذا الشكل، ثم غنمشي لهذا القنيت وغادي نتبع الخدمه بهذه الطريقه. هنا راه يكون عندي هنايا المسافه طويله شويه، هانتو كي كتشوفوا هنا عندي المسافه. غنخدم الوسط، عاد غنمشي لهذا القنيت غنكمل الخدمه. غادي ندورها على هاد الفراغات كاملين، هاد القنيتات كاملين غنخدمهم حتى كنسالي الخدمه. وكنثبت الخيط ديالي في الظهر ديال الخدمه كي كتشوفوا هنا. كل كوزه البنات، كل كوزه ديروا ليها خيط بوحدها، يعني ما تلاقيوش خيط هنا وتمشيو لهنايا، لا. هاد الكوزه خدمتوها غتخدموها بالخيط وتثبتوا الخيط في الظهر وتقطعوه، واخا يشيط لكم الخيط. وهنا ايضا باش كتجي الخدمه مفينيه.